اليوم هو أحد الأيام الكبيرة بالنسبة للكرد الفيلين. اليوم المؤتمر التأسيسي الثالث المؤتمر الوطني العام للكرد الفيلين. نعم، نحن مؤسسين، أنا أحد المؤسسين للمؤتمر في دورته الأولى. اليوم يجتمع الكرد الفيلين تحت راية واحدة والباب مفتوح للجميع. الهدف من عندنا، هدفنا ودائما وابدا هو جمع الشمل ولم الشمل من اجل ان نحقق يعني ما نستطيع ان نفعله. المرحله الموجوده، الوضع الاقليمي، الوضع المحلي، الوضع الدولي يستوجب ان يكون ايد واحده، والفرقه وليست بصالحنا. نحن متفائلين بهذه الوجوه الطيبه. الاخ دكتور طارق جهان بخش طارق المندلاوي رجل يعني قدم الكثير خلال هذه الفترة، خلال السنوات هذه، وله جهد كبير ومشكور. نحن إن شاء الله حنكون إلى سند وعون إلى في المرحلة القادمة من أجل ما نستطيع أن نحصل عليه من حقوق الكرد الفيلين فيما يتعلق بشهدائنا وسجنائنا وأملاكنا التي صودرت في عهد النظام البائد. نحن الكرد الفيلين نفخر بأننا نحن من حاكم صدام حسين وأعدم صدام حسين، وهذا شرف كبير إنه. وشكرا.